ما بين مصر والجزائر في الخرطوم. الحقيقه عشان ايه يعني ما زودش كتير هتقال، هقول يعني جمله وكلمه واحده. ان اللي خطط او ساعد او سهل او حرض على الاعمال العنف اللي حصلت ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، واعتقد ان الموضوع هيعدي كمباراة كرة قدم، مناوشات عادية بتحصل في اي مباراة، وهيعدي الامر وتهدى وكأن شيء لم يكن. اعتقد ان هو ارتكب خطأ كبير وعليه ان يتحمل، لانه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة زي مصر. عليه انه يتحمل تبعات هذا الغضب المصري. وبنتكلم غضب مصري او تبعات الغضب المصري، مش نتكلم بس على الدولة لها آلياتها ولها تحركها ولها مواقفها، لكن عليه ان يتحمل تبعات غضب المجتمع والشعب بشكل عام. مصر بلد كبيرة بحكومتها، بقيادتها، بمؤسساتها المختلفة، سواء كانت المؤسسات الرياضية وستتحرك وبدأت تتحرك بالفعل، سواء كانت مؤسسات ثقافية، سواء كانت مؤسسات إعلامية، سواء كان مجتمع مدني بكافة طوائفه. انتوا سمعتوا ناس كتير من شتى الطوائف عبرت، وانا تصوري الواضح ان الموضوع مش هيقف مجرد على التعبير عن الغضب، لكن هنجد تحرك وهنجد تنسيق على كافة الأصعدة مرة أخرى، علشان اعتقد ان مثل هذا الحدث ضد المتفرج المصري، ضد المشجع المصري، وبالتالي المواجهة ضد مصر بشكل عام هيمر مرور الكرام. بكرر مرة أخرى، أخطأ خطأ كبير، وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري وغضب مصر. ومصر دولة كبيرة لا يستهان بها، وزي ما قلت كبيرة ليس فقط بحكومتها اللي قبل أن تتحرك، ولكن كبيرة وقوية بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة وفي العالم. شكرا. لا فض فوق، كلام واضح. يعني اعتقد انه متماشي جدا مع الكلمتين اللي كنت اقولهم من شويه، وفكره ان اللي فاهم ان اللي حصل ده زوبعه في فنجان ولا سحابه صيف ولا ايه يا جماعه البروباجندا اللي انتوا عاملينها والدوشه اللي انتوا عاملينها دي مباراه كوره وانتوا زعلانين شويه عشان خسرنا، واهم من الموضوع اكبر من كده بكتير. تاريخ من الحقد والغل الجزائري تجاه مصر تفجر في هذه الازمه، هم استغلوا المباراه كفرصه للتعبير عن كل هذا الحقد والاحتقان والغل والكراهيه والحسد، بالاضافه الى مؤامره سياسيه خيوطها كبيره، مش مجالنا ان احنا نتكلم فيها دلوقتي. احنا بقالنا 3 ايام بنتكلم فيها، ولسه هنتكلم عن دول صغيره ودول هناك وايران والجزائر واسرائيل. الحقيقه احنا بنتعرض لمؤامره كبيره جدا، وسلسله احداث غزه كانت جزء من هذه المؤامره. يعني الغافل عن هذا الكلام واللي عايز يعدي الموضوع حتى لو كان عن غير قصد، انا بقول له اصحى، ولو بقصد اقول له تنحى، لان ده مش وقتك خالص. يعني شعبيا النهارده حصل تطورات كثيره جدا. مجلس الشعب شهد مناقشات ساخنه جدا على عده مستويات. في لجنه برلمانيه مشتركه، النائب محمد ابو العينين ورجل الاعمال قدم تقريره عن احداث المباراه. انتوا عارفين محمد ابو العينين كان هو رئيس البعثه البرلمانيه المرافقه للجماهير المصريه لمسانده المنتخب المصري في السودان في مباراه درمان. شهدت اللجنه انتقادات حاده من النواب للاعلام الجزائري والاعتداءات التي طالت الجاليه المصريه في الجزائر، وعدم تدخل الحكومه الجزائريه لحمايتهم، وعدم افصاح الحكومه الجزائريه حتى الان عن موقفها او تقديم اعتذار عما طال الجماهير المصريه. والفقره الاولى اللي هتبقى بعد الاخبار مباشره بعد 5 دقائق تقريبا هنستضيف فيها النائب محمد ابو العينين والنائب سعد الجمال رئيس لجنه الشؤون العربيه بالمجلس، والنائب امين راضي وكيل لجنه الامن القومي بمجلس الشعب، علشان يحكوا لنا ايه اللي حصل في اللجنه. ده الجزء الاول من الحوار. الجزء الثاني هنتكلم مجلس الشعب باعتباره ممثل لكل ابناء الشعب المصري، ممكن نعمل ايه؟ احنا قلنا سياسيا ودبلوماسيا وقياديا مصر بتتحرك كويس، احنا كشعب عايزين نتحرك كويس، وهم ممثلي هذا الشعب وقادته لازم يقولوا لنا كمان ايه المفروض علينا نعمله.